الوقت ده بتكون مينو والشاب وصلوا الكنيسة، وبيلاحظ الشاب إن الكنيسة صغيرة ومهجورة. وقتها بتقول له مينو إن دي الكنيسة اللي هتبدأ شغل فيها، لكن قبل ما أسلمك الشغل لازم ترجع تختبر قدرتك السحرية من تاني، وده لأن أكيد عندك قوة سحرية أنت مش عارفها، لأن مفيش أي روح ضالة بتتجه لعالمنا من دون ما يكون عندها أي طاقة سحرية. فبيقتنع الشاب وبيبدأ يركز علشان يخرج الطاقة السحرية اللي في جسمه، وبالفعل بيقدر إنه يكتشفها. فبيظهر إنه بيقدر يخفي أي حاجة قدامه بطريقة سحرية. فبيفرح الشاب جدا إنه اكتشف قدرته السحرية، وبيتكلم مع مينو وهو مبسوط بالاكتشاف اللي اكتشفه. ولكن في الوقت ده بتطلع مينو السيف وبتطعن الشاب فجأة، ومن شدة الطعنة بيقع على الأرض ميت. ساعتها بتقف مينو قدامه وهي حزينة، وبتقول له أنا عارفة إنك مالكش ذنب تموت، وإن أنت الضحية وأنا الشريرة، لكن للأسف دي وظيفتي، لأن أنا الجلادة اللي بتقضي على الضالين اللي بيوصلوا للمملكة، لأن الضالين مش بيعملوا حاجة غير إنهم يدمروا نفسهم ويدمروا المملكة. وفي الوقت ده بيمر في عقل مينو ذكرى مجهولة دايما بتتكرر معاها، وهي إنها بتشوف نفسها في مدرسة يابانية، والغريب إن كل اللي في المدرسة بيكونوا